أيها السادة، صدر عن هيئة كبار العلماء بيان أكدت فيه أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب. جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم. جاء فيه أيضا: فإن الله تعالى أمر بالاجتماع على الحق ونهى عن التفرق والاختلاف، وإن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم أو غير ذلك فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة. وقال البيان: إنه في طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان، فهي جماعة منحرفة قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام وإثارة الفتن في الدول وزعزعة التعايش في الوطن الواحد ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية. وبين البيان أنه منذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم. كما أضاف البيان: بيان هيئة كبار العلماء يقول إن تاريخ هذه الجماعة مليء بالشرور والفتن، ومن رحمها خرجت جماعات إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فسادا، مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم. وحذرت الهيئة العامة لكبار العلماء الجميع من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها.